قربالة نايضة قبل مباراة المغرب وزامبيا، وهذه التفاصيل. مرحبا بقناة الخبر. دعونا نذكر بالضغط على زر لايك والاشتراك بهذه القناة الجديدة لينتشر الفيديو عن نطاق واسع. كما توقعنا قضية الشيات والشابي لن تمر مرور الكرام. اللاعبين المغاربة بدأوا يقاطعون الأندية المصرية. أشرف بن شرقي اللاعب المغربي يرفض العودة للزمالك. رفض أشرف بن شرقي لاعب فريق ريان القطري لكرة القدم العودة إلى الزمالك رغم العرض الذي قدمه النادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. انتهى عقد بن شرقي مع فريقه الريان بعد انتهاء موسم 2023-2024، لكن أكد أنه لا يريد الذهاب إلى أندية مصرية بسبب اختلاف بالوعود وأيضا الأزمات التي أصبحت تحدث مؤخرا. وفضل بن شرقي البقاء بالأندية الخليجية حيث يتطلع اليوم من أجل الانضمام بعد الريان إلى نادي العين الإماراتي، أي من قطر إلى الإمارات. هذا ما أكده اللاعب. وتابع المصدر أن بن شرقي يرفض العودة إلى الزمالك، وذلك بالنظر إلى الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها النادي المصري، وبالتالي يبحث عن فريق يستطيع أن يؤمن له الراتب الشهري المرتفع والراحة بعيدا عن الأزمات. هنا يطرح سؤال: لماذا اللاعبين بدأوا يقاطعون الأندية المصرية والمنتخبات؟ الجواب: بعد أن تم معاقبة الشيبي، تخيلوا ما سوف نقوله، أتى قرار قضائي لصالح الشحات. القرار القضائي بشأن واقعة الشيبي. هذا القرار سوف يؤدي إلى رفع العقوبة عن الشحات، وفي حال رفعت العقوبة عن الشحات سوف تبقى العقوبة على الشيبي. جميعنا شاهد كيف أن لقجع طلب من الشيبي عدم التنازل عن حقه وعدم الصلح. ماذا حدث من جديد؟ غريب جدا ما يحدث داخل محكمة مصر بعد أن فرضت عقوبة على الشحات، ألا وهي غرامة مالية وحبس. الآن أتى فقرة قانونية جديدة وفق ما أعلنه القرار القضائي، حيث أجاز قانون العقوبات للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم على أي متهم صدر عليه حكم حبس لا يتجاوز سنة، وعلى هذا سوف تتم محاسبته إذن فقط بالغرامة المالية. هذا البند يريد استغلاله الشحات حول تقديم مذكرة على أن أخلاقه رفيعة وليس له أي مشاكل أو أزمات. السؤال الذي يطرح الآن: إن تم فعلا إزالة العقوبة على الشحات، ما مصير الشيبي الذي فرض عليه عقوبات من الاتحاد المصري؟ من هنا نرى على ما يبدو الاتحاد المصري هو المخطئ منذ البداية عندما فرض عقوبات على الشيبي ولم يفرضها على الشحات الذي هو من قام بالاعتداء على الشيبي. بعيدا عن هذا وذاك وبعيدا عن هذه الأزمة، دعونا ننتقل إلى تصريح هام جدا من لقجع. لقجع يرفع سقف التحدي ويقول لطارق السكوتي: عليكم أن تصلوا إلى أبعد نقطة بأولمبياد باريس. لقجع يرفع سقف التحدي ويطالب مدرب المنتخب الأولمبي بالوصول لأبعد نقطة، ولما لا صعود الكاس. إذن الجامعة الملكية المغربية تريد تحقيق رقم قياسي اليوم وضربة غير مسبوقة بعالم الأولمبياد. لقجع قال لطارق السكوتي أنك تملك لائحة غير مسبوقة الآن، خصوصا مع انضمام إبراهيم دياز واشرف حكيمي، أي لا وجود للأعذار، فلماذا لا نتقدم بمراحل كبيرة؟ مع الإشارة هناك تنسيق كبير بين طارق السكوتي والركراكي من أجل الوصول لأبعد نقطة بهذه البطولة. فلا يسعنا أن نقول إلا كل التوفيق لأسود الأطلس بأولمبياد باريس، وأيضا بالمباريات القادمة تصفيات كأس العالم 2026. ما هي آخر التطورات؟ وليد الركراكي حائر بسبب مركز قلب الدفاع قبل مواجهتي الكونغو وزامبيا. نحن رأينا أن هناك أسماء عديدة وجميعهم أبطال وجلبوا لنا عدد كبير من الألقاب بالآونة الأخيرة، لذلك يشغل مركز قلب الدفاع
تفكير الركراكي بشكل كبير قبل خوض مباراة زامبيا، وذلك نظرا للوضع الحالي للاعبين الذين يشغلون هذا المركز والتغييرات التي طرأت عليهم مؤخرا. على ما يبدو قلق الركراكي بسبب إصابة نايف أكرد الأخيرة التي أبعدته عن ناديه، وهذا ما جعل الركراكي يعيد رومان سايس إلى القائمة، وهذا ما جعل الركراكي يعيد أسماء قديمة عشناها بكأس العالم 2022 مونديال قطر، على رأسهم رومان سايس. وعلى هذا هناك خبر سار الآن للمنتخب المغربي قبل مواجهة زامبيا، أي نايضة بين الجانبين قبل المباراة. وليد الركراكي يجد الحل أخيرا لمشكل كبير بالمنتخب المغربي. يسعى وليد الركراكي جاهدا من أجل التخلص من مشكلة ضعف الفعالية الهجومية التي يعاني منها الفريق، رغم وجود لاعبين هجوميين يتألقون مع أنديتهم ويساهمون بفوزها بالبطولات. أخيرا الركراكي أعلن الخبر السار للجميع وناضت بزامبيا بسببه التخلص من نقطة الضعف الهجومية. بالحصة التدريبية التي خاضها المنتخب المغربي التي أقيمت بالمعسكر بالمعمورة، ركز الركراكي على تدريب اللاعبين على التسديدات المرمى من مختلف الزوايا وإنهاء الهجمات بدقة لتحويل الفرص إلى أهداف محققة. وشهدت الحصة التدريبية بالمعمورة مشاركة معظم اللاعبين، ويقف على رأسهم الركراكي وطاقم تقني كامل، مع الإشارة من المنتظر أن يلتحق بالفريق ياسين بونو وإبراهيم دياب. إذن الأجواء جميعها تتميز بالفعالية والترقب والانتظار لما هو قادم حول مباراة زامبيا، خصوصا بسبب تصريحات مدرب زامبيا الأخيرة التي قال فيها أننا رفعنا سقف التحدي مع المغرب ونريد أن نواجه المنتخب المغربي بما أنه وصل لأبعد نقطة بكأس العالم، أي مواجهة عبارة عن تحدي مصيري. ومن هنا نقول للمنتخب المغربي سير سير سير، 40 مليون مغربي وراءكم، وبانتظار الانتصارات المتتالية والفرحة لتصبح أكبر وأكبر. يرجى الضغط على زر لايك لينتشر الفيديو. كل الحب وقت. سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.